ريال مدريد دايما كان النادي اللي بيعشق السيطره بس بطريقته مش بالاستحواذ، وعشان كده لما جه الوقت انه يسلم مفاتيح نص الملعب ما اختارش لعيب استعراضي ولا لاعب لقطه، اختار لاعب ما يغلطش. اختار وقتها الالماني توني كروس من بايرن ميونخ، لاعب تحسه بيلعب على سرعه بس السرعه دي دايما صح، تمريره وقرار وهدوء يخليك حاسس ان الماتش تحت السيطره حتى وانت متاخر في النتيجه. في الناحيه الثانيه برشلونه كان عنده لاعب مش بس بيسيطر، ده بيقود الفريق وبيفكر ويخطط، تشافي هرنانديز. لاعب لو وقفت تتفرج عليه دايما تكون متاكد ان الكوره عارفه هتروح فين، تحرك قرار ولمسه تغير شكل اللعب كله. ومن هنا بدات المقارنات، هدوء الماني قدام عقل كتالوني، اختار التمرير المثالي ولا السيطره الكامله؟ والسؤال الحقيقي مين فيهم اللي لو لعب في اي فريق هيخلي الفريق احسن؟ النهارده مش هنحكم بالعاطفه ولا بالحب ولا بالشعارات، النهارده هنحكم ب 16 معيار واضحين وصريحين يفصلوا بين الاثنين. قبل ما نبدا انزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب عشان نوصل ل 1000 سبسكرايب، ويلا بينا نبدا. المعيار الاول فهم المساحات. خلينا نبدا من الاساس، نص الملعب مش مكان واقف فيه اللعيب وخلاص، نص الملعب مساحه ذهنيه قبل ما تكون مساحه بدنيه. اللاعب اللي يفهم المساحات مش بس بيستقبل الكوره. توني كروس لعيب فاهم المساحه واللي حواليه كويس جدا، دايما بيتمركز صح ودايما واقف بحيث يخلي التمريره سهله. لكن تشافي كان مستوى تاني خالص، تشافي ما كانش بيستنى المساحه، تشافي كان هو اللي بيصنعها، تحرك بسيط، خطوتين لقدام، خطوه ورا، يسحب لاعب ويفتح خط، يخلي اللاعب التاني فاضي من غير ما يلمس الكوره اصلا. وده نوع فهم مش بيتعلم، ده احساس بالكوره كده. عشان كده كتير من تمريرات تشافي ممكن انت تحسها سهله بس الحقيقه التمريره دي نتيجه شغل ذهني قبلها بثواني كتيره. هنا الفرق بين لاعب بيقرا الملعب ولاعب بيكتب الملعب، فالنقطه دي لتشافي. المعيار الثاني التحكم في ايقاع اللعب. كروس من احسن لعيبه العالم في تهدئه اللعب، لو ريال مدريد محتاج يهدي الكوره بيمتص الضغط ويمتص الجمهور، كروس اول واحد بيلمسها ويرجعها لورا ويخلي الفريق ياخد نفسه، وده دور مهم جدا وخطر لان اي غلطه في المنطقه دي كارثه. لكن تشافي مش بس بيهدي، تشافي كان بيختار الايقاع، امتى التهدئه تقتل الماتش وامتى التهدئه تقتل الفريق، يعرف امتى يرفع السرعه فجاه ويفاجئ الخصم وامتى يخنقه بالاستحواذ. عشان كده النقطه دي هتروح لتشافي. المعيار الثالث اللعب تحت الضغط. خلينا نبقى صراحه، اي لاعب من غير ضغط بيبقى شكله حلو في الملعب، بس السؤال الحقيقي اللي بيحصل لما المساحه تتقفل، لما 3 لعيبه يجروا وراه، لما وسط المدرجات يعلى. كروس هادي واعصابه ثابته ودايما بيختار الحل الآن، بيباصي بسرعه ويرجع اللعب لورا من غير تهور، وده ذكاء بس ذكاء بحذر. تشافي كان العكس، تشافي كان يستقبل الضغط كانه جزء من الخطه، لف الجسم او لمسه واحده والضغط كله ينكسر، وده محتاج ثقه مرعبه جدا وذكاء لحظي وسرعه قرار مش طبيعيه. الحته دي تشافي بيكسب مش بس بالمهاره لا بالهدوء الذهني، عشان كده النقطه دي هتروح لتشافي. المعيار الرابع دقه التمرير. هنا بقى لازم نوقف ونكون منصفين، لو بنتكلم ارقام كنسب وثبات وانتظام، توني كروس من ادق لعيبه التاريخ، تشافي دقيق جدا بس لعبه كان فيه مخاطره اكتر، تمريره صعبه او زاويه ضيقه. عشان كده لو هنتدكم على الدقه المجرده من غير فلسفه اللي هو الحل الامن، يعني كروس يتفوق. فالنقطه هنا لكروس. المعيار الخامس كسر الخطوط بالتمرير. تمرير كسر الخطوط مش مجرد تمريره لقدام، التمريره تكسر تنظيم كامل. تشافي كان دايما بيعمل كانه بيكتب جمله، بتمريره تعدي خطين وتخلي المهاجم وشه للمرمى على طول. كروس يقدر يعملها وكان بيعملها ساعات بس مش ده سلاحه الاساسي. ستايل كروس بيفضل البناء الهادي اكتر، عشان كده النقطه دي هتروح لتشافي. المعيار السادس تمرير الطويل. هنا الميزان بيميل بوضوح، كروس مدرسه في التحولات وتغيير الملعب من اقصى اليمين لاقصى الشمال والعكس. تشافي كان كويس جدا بس كروس اكتر تنوع في الحته دي واكتر ثبات، فالنقطه دي لتوني كروس. المعيار السابع التحرك بدون كوره. في لعيبه قيمتها وهي ماسكه الكوره وفي لعيبه قيمتها من غيرها، تشافي الاثنين بصراحه بس الاثنين مميز فيهم. يعني تشافي من غير كوره يقدر يتحرك ويسهل اللعب ويفتح زاويه، ده تاثير مش بيتحسب في الارقام بس بيتحسب في شكل الفريق، فالنقطه دي هتروح لتشافي. المعيار الثامن الذكاء التكتيكي. تشافي كان لاعب بيفكر كمدرب، عارف الخطه وعارف امتى يكسرها. كروس ذكي بس تشافي اذكى تكتيكيا، فالنقطه هنا لتشافي. المعيار التاسع الثبات في المستوى. الثبات في المستوى من اكتر الحاجات اللي بتبان مع الوقت. توني كروس مثال نادر في الثبات، من اول ما دخل في القمه دايما ماشي على خط واحد، مش بيطلع قوي ولا بينزل، دايما موجود، وده يخلي اي مدرب يحبه ويعتمد عليه. تشافي ثابت بس لعبه كان مرتبط اكتر بمنظومه برشلونه، لما المنظومه كانت في قمتها تشافي كان عبقري، لكن لو هنتكلم عن الاستمراريه المطلقه فممكن اميل شويه لكروس، فالنقطه هنا لتوني كروس. المعيار العاشر تاثير على هويه الفريق. ريال مدريد مع كروس كان منظم وهادي ومسيطر، بس ريال مدريد كان دايما عنده حلول تانية. برشلونه من غير تشافي كان فريق تايه، تشافي كان جزء من DNA الفريق وطريقه اللعب وزوايا التمرير، وده تاثير
قليل قوي من اللعيبه اللي يقدروا يوصلوا له. فالنقطه هنا لتشافي. المعيار ال11 الشخصيه تحت الضغط. الضغط مش دايما صريخ ودايما عصبيه، ممكن الضغط يبقى بصمت عادي. كروس هادي واعصابه ثابته حتى في اصعب اللحظات. تشافي برضه هادي بس الفرق بسيط، تشافي كان يطلب الكوره وقت الضغط ما كانش بيخاف. توني كروس برضه نفس الكلام. الاثنين شخصيات تقيله والفرق بينهم مش كبير، عشان كده مش عارف احسب النقطه دي لحد وهديها تعادل. المعيار ال12 القياده داخل الملعب. القياده مش صوت عالي ولا عصبيه ولا حتى اشاره في دراع. كروس بيقود الفريق بهدوء وقرار الصح بس قيادته غير مباشره. تشافي قيادته واضحه، توجيه وتنظيم، تحس انه ماسك الريموت بيغير شكل الفريق وهو جوه الملعب. النقطه هنا لتشافي. المعيار ال13 الالتزام التكتيكي. خلينا نكون عادلين، تشافي كان بيضغط ويقفل زوايا ويشارك في الدفاع، لكن كروس ملتزم تكتيكيا اكتر بشكل ممتاز. ممكن ادي النقطه دي لكروس. المعيار ال14 اللعب في المساحات الضيقه. كروس بيفضل المساحه، بيفضل اللعب المفتوح اكتر. تشافي كان بيحب اللعب في المساحات الضيقه، من لمسه ولفه وقرار بسرعه الكره كانت بتطلع كانه ولا في اي ضغط. فالنقطه هنا لتشافي. المعيار ال15 الانضباط والاحتراف. كروس نموذج قليل الكلام وقليل المشاكل. تشافي برضو نفس الكلام، محترف ومثالي، بس في الجزئيه دي ممكن اديها لكروس. فالنقطة دي لتوني كروس. المعيار ال16 لاعب اللحظة الصعبة. آخر معيار وأهم معيار، لو الماتش واقف والخصم مقفل والوقت بيجري، كروس يحافظ على الكرة ويهدي اللعب. تشافي بيخلق الحل، يمرر قرار وحركة سريعة تفتح أي ماتش مقفول، وده الفرق بين تشافي وبين أي لاعب خط نص تاني. فالنقطة هنا لتشافي، ودي النتيجة النهائية. تشافي يكسب النهاردة مش لأنه أحسن في كل حاجة، لكنه الأكثر تأثيرا. وبس، هو ده كان فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة، وتكتب لي في الكومنتات ايه المعيار اللي اختلفت معايا فيه وايه المعايير اللي المفروض كنا نحطها وما حطيناهاش. وبس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشوف الفيديوهات القديمه من هنا. سلام.